السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي شهيوة فردوس. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أتم الصحة والعافية إن شاء الله. اليوم إن شاء الله نقدم لكم وصفة اللي كيشمل الحين اللي كيجو لذيذ بزاف من أروع ما يكون، بحشوة ما تشبعوش منها، لذيذة ودغيا كتوجد بسرعة، ما كتاخدش منا وقت كبير، وبعجين ناجح 100%. مع بعض أسرار النجاح ديالو. تابعوا الفيديو الأخير باش تعرفوا على المكونات وطريقة التحضير. بالنسبة للمكونات غنحتاجو 2 كؤوس ونصف من الدقيق، ما يعادل 320 غرام، يكون نوعية جيدة باش ينجح معكم هذا العجين. غنحتاج 130 غرام زبدة مارغرين اللي تكون باردة. قبل ما تخدموا بها ديروها في المجمد واحد 10 ديال الدقائق، ضروري ما تكون باردة مزيان. غنحتاج واحد 4 كاس ديال الماء، بيضة واحدة، شوية ابزار، شوية ملح وشوية زعتر للتنسيم، كيبقى اختياري. غناخد دقيقة نضيف ليه الملحة ونضيف ليه شوية الابزار، نضيف ليه الزعتر، نحرك شويه، عاد نضيف لهم الزبده اللي سبق لي قلت لكم انها تكون بارده. ضروري ما تكون بارده مزيان، قطعوها بحال هكا المكعبات باش تسهل علينا في الخدمه. ونحاولوا ندخلوا ديك الزبده في الدقيق، غير ندخلوها شويه، ماشي ضروري حتى تذوب الزبده اولا ما تبقاش تبان، غير ندخلوها في الدقيق شويه ونحبسوا. غنزيد على الخليط بيضه وغنبدا نخلطها مع الدقيق. غنحاول غير ندخلها، ما نبقاش نجمع العجين يعني بحال ندلكها، غير نخدم غير بالاطراف ديال الاصابع ديالي كما كتشوفوا بهذه الطريقه، غير حتى تدخل في العجين شويه. ونزيد الماء، من بعد كنزيد الماء الخليط، غنزيدو على دفعات غير بشويه بشويه، وانا كنحرك كنخلط في العجين كما قلت لكم، كنخلطها غير بالاطراف ديال الاصابع ديالي، ما نعجنوش العجين، ما ندلكوهاش، نبقاو نحركو غير بالاطراف الاصابع حتى تجمع. غرضنا في هذا العجين يجي مكسر، يعني الا جا مدلوك راه ما غاديش يجي ناجح. غنغطيها في واحد البلاستيكه ونخليها تبرد واحد نص ساعه حتى لساعه كامله في الثلاجه باش ما بردات، باش ما غتنجح معكم. الا كان بلاستيك غذائي ديروها في بلاستيك غذائي، انا متوفر لياش، وخلوها تبرد حتى تبرد مزيان. الا كان عندكم كاع الوقت ديروها مع الصباح وخليوها تبرد حتى تحتاجوها عاد خدموا بها. من بعد ما خرجت العجين من الثلاجه خليتها تقريبا ارتاحت واحد الساعه كامله، كنقطعها الى قطع بحال الشكل كما كتشوفوا. بالنسبه لهاد الطريقه راه سهله بزاف وعمليه، احسن من اللي كتسرحوها بالمدلك. بالنسبه للمدلك فاش كتسرحوا العجين كتزيد تطلق وكتزيد تجبد، غير كديروها في المول كتدخلوها للفران كتهبط، ما كتبقاش شاده داك الشكل ديال المول. كما كتشوفوا غادي نديروها بهذا الشكل، غنضغطوا عليها. حتى بهذه الطريقه يمكن لكم تحكموا حتى في الحجم ديالها، يمكن لكم ترققوها، يمكن لكم تغلظوها على حسب الشكل اللي بغيتو. غنضغط من الجوانب وغنضغط من القاعده ديال المول كما كتشوفوا حتى تشد الشكل ديال المول بهذه الطريقه. كما كتشوفوا راه هاد الطريقه سهله وبسيطه، ما كتاخذش منها وقت كتير. وحتى بالنسبه للطريقه ديال فاش كنسرحوها بالمدلك، فاش كنعاودو نجمعو داك العجين الزائد، العجينه كتقصح، ما كتبقاش شاده ديك الرطوبه ديالها، ماشي بحال هكا نديرو العجين نيشان في المول. من بعد ما درنا العجين في المول وقديناها مزيان، كنحيدو دوك الزوائد بالموس كما كتشوفوا باش يعني تشد لينا الشكل ديال المول وتجي زوين. ونحاول نضغط على الجوانب نقادوهم مزيان بهذه الطريقه كما كتشوفوا. غنستمروا بهذه الكيفيه حتى نكملوا العجين كامل. من بعد ما كملت الكميه ديال العجين كامله ودرتهم في ليمول كما كتشوفوا بهذه الطريقه، غادي ندخلها للمجمد تقريبا واحد نص ساعه حتى تشد فراسها مزيان. كما شفتوا هاد العجينه كتبغي تدخل للثلاجه يعني على مراحل، ضروري ما تكون العجين بارده مزيان عاد ندخلوها الفران باش العجين تبقى شاده راسها في ليمول وتجي ناجحه 100%. من بعد ما خرجت العجين من المجمد غندخلها للفران اللي يكون سخون على نار مهيله، تطرخها واحد 5 ديال الدقائق، عاد نخرجوها نطبوها بالفرشاة باش ما تنفخش، وندخلوها طيب غير نص طيبه ونخرجوها. وبالنسبه للفران نشعلوا ليه غير من التحت، ما نشعلوش العافيه من الفوق. غندوزو نصوبوا الحشو باش نعمروا ليه كاش. غنحتاج هنا واحد شويه ديال الزيت، زيت نباتيه اولا زيت البلديه اللي بغيتو. غنضيف له واحد البصله مشلضه
بصله كبيره، غنشحرها مزيان في هذا الزيت. غنزيد عليها شويه ديال الابزار، واحد شويه ديال الملح، غير شويه، ما نكثرش الملح بزاف في هذه المرحله لحقاش مازال كاين الفرماج اللي غيكون مالح وكاين مكونات مالحين، ما نكثرش الملح بزاف. غنشحرها مزيان حتى تدبل هذيك البصله ونحيدوها. في نفس المقله غادي ندير واحد الفلفله كبيره مقطعه مزيان. بالنسبه للحشوه راه كتبقى اختياريه، غنضيف لها حتى غير واحد شويه ديال الملحه غير باش نملحوها شويه ابزار، ونشحرها مزيان حتى هي حتى تدبل ونطفي عليها. بالنسبه لاباري اللي غنعمرو بها الكيش غنحتاجو العلبه ديال الثوم، هذيك الفلفل والبصل اللي شحرنا، ياغورت طبيعي، جوج بيضات، شويه ديال الزيتون خضر، شويه ديال الفرماج محكوك اي نوع كتفضلوا، شويه ابزار، شويه ملح وشويه ديال الزعتر للتنسيم، يمكن لكم تستعملوا اي منسم كتفضلوا. ونحتاجو الجوج فرماجات كيبقاو اختياريين. غناخد اناء غنضيف فيه جوج بيضات وغنضيف ليه ياغورت طبيعي اللي يمكن لكم تعوضوه بكاس ديال الحليب اولا كريمه الطبخ اللي متوفر لكم. غنزيد عليه جوج فرماجات مثلثين حتى هما كيبقاو اختياريين ولكن كيعطيو واحد اللذه زوينه. غنزيد شويه ديال الملح، نزيد شويه ديال الابزار، ونزيد الزعتر، ونخلط المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى يذوب هذاك الفرماج، ينسجموا المكونات مع بعضياتهم. نزيد عليهم علبه ديال الطون ونعاود نحرك المكونات مزيان مزيان حتى ما يبقاش هذوك طروفه ديال الطون كبار كما كتشوفوا. عاد نزيد عليهم الفلفله، ونزيد البصله اللي شحرنا مزيان، نزيد قطع ديال الزيتون حتى الزيتون كيبقى اختياري، وغنزيد الجبن. نخلط المكونات مزيان. اخر مكون هو خميره الحلويات، غنزيد واحد المعلقه صغيره تقريبا. بالنسبه للدور ديال هذه الخميره هو كتعطي واحد الحجم للحشو ديالنا، كيجي منتفخ وكيجي الشكل ديالو زوين. بعد ما طابوا لي كيشو خرجتهم من الفران، طابوا غير نص طيبه كما كتشوفوا راني تقبتهم بالفرشه كما قلت لكم، دخلتهم غير واحد 5 دقائق حتى ترخاو وتقبتهم بالفرشه، ضروري من هذه المرحله باش ما يتنفخوش. غنعمر لي كيش بهذه الطريقه، غنخلي واحد سنتيم فين ينتفخوا حيت مازال كينتفخوا بهذيك الخميره ديال الحلويات اللي درنا، ما نعمرهمش مزيان. نستمروا بهذه الطريقه حتى نعمروهم كاملين وندخلوهم الفران. بعد ما طابوا لي كيش راه كيجيو على هذا الشكل، غنزينهم بشويه ديال الجبن اللي يمكن لكم تستغناو عليه، ماشي ضروري، حتى هكا كيجيو زوينين. بالنسبه لطريقه الطهي ديالهم، فاش كنطيبهم صطيبه وكنخرجهم نعمرهم، كنعاود ندخلهم، كنبقاش عليهم غير من التحت حتى تيطيبوا مزيان وكيتحمروا كياخذوا اللون ديالهم، عاد كنشعل لهم من الفوق يتحمروا من الفوق. بالنسبه لهذا الفرماج راه كتعاودوا تدخلوه للفران غير على داك الصهد ديالو، راه كيذوب دغيا كيذوب بلا ما تحتاجوا تعاودوا تشعلوا ليه. وهذا هو الشكل ديال لي كيش ديالي من بعد ما زينتهم، كيجيو على هذا الشكل، راه كيجيو اكثر من رائعين في المذاق وحتى في الشكل، كتجي شي حاجه روعه. واخا نعيا نشكرهم لكم ما غنعطيهمش حقهم، ضروري ما تجربوهم وتردوا عليا الخبر. بالنسبه للعجين راه ناجح 100%، وحتى الحشوه كتجي لذيذه بزاف كما كتشوفوا، راه كيجيو محمرين من جميع الجوانب، والحشوه كتجي معلكه كما كتشوفوا. غير جربوهم ان شاء الله غادي يعجبوكم. بالنسبه للعجين راه كيجي مكسر كما كتشوفوا، كيجي طبقات. العجين ناجح 100%، غير جربوا بهذه الطريقه وبهذه الوصفه اللي عطيتكم وغينجح لكم ان شاء الله. كيجي مقرمش وهشيش في نفس الوقت كما كتشوفوا، راه كيجي طبقات. وضحت لكم واحد الوحده في الكاميرا باش تبان لكم مزيان وتشوفوا العجين كيفاش كيجي، راه كيجي بحال مورق كما كتشوفوا، راه كيجي ناجح. والوصفه رائعه ولذيذه بزاف، ضروري ما تجربوها وان شاء الله تعجبكم.
وإلا عجبتكم الوصفة كما العادة ما تنسونيش من لايك ديالكم، واللي أول مرة كيشوف القناة ينزل يشترك. مرحبا بكم باش تبقاو توصلوا بكل ما هو جديد إن شاء الله، ونتلاقاو في فيديو في وصفة جديدة إن شاء الله.